السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والياسمين على حبايبي الغاليين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، وحشتوني من الفيديو بتاع امبارح. اهلا وسهلا بكل واحدة او واحد جديد دخلوا القناة. شكرا لكل حد صبعه ضغط على اللايك، شكرا لكل حد ايده كتب التعليق، شكرا لكل حبايبي اللي معايا من الاول. شكرا جدا 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 ليكم، نورتوني وشرفتوني. النهاردة فيديو جميل هيعجبكم. شفتوا اللقطة اللي فاتت؟ ايه رأيكم فيها؟ انا وقفت قدام محل دهب وعارفة اني مش داخلة، بس برضو مش قادرة امشي. المنظر ده كلنا بنحبه، انا عن نفسي عاشقة للدهب، سواء اشتريته ولبسته او ما اشتريتوش، ومجرد ان انا انزل اتفرج عليه نفسيتي بتتحسن لما بتفرج عليه. كلنا بنحب المنظر ده، بس مش كلنا بنعرف نوصل له. عارفة الإحساس ده لما تبصي على الدهب وتسرحي وتقولي امتى بقى؟ الحقيقة إن أغلبنا بيعدي من على محلات الدهب أو من قدام الدهب، بيبص وينبهر ويمشي. عمرك سألتي نفسك ليه في ناس بتشتري وباستمرار وناس تانية بتفضل تتفرج وبس؟ المشكلة مش في الفلوس ولا في أي حاجة تانية خالص. بصي، خليني أقولك حاجة بسيطة جدا. لو عندك بانيو وعاوزة تمليه مية علشان تسترخي، تاخدي شاور حلو كده وتسترخي، أول حاجة هتدوري عليها ايه؟ السدادة بتاعة البانيو، القطعة الصغيرة اللي بتتحط على الفتحات بتاعة البانيو عشان خاطر تقدري تملي. لو ما لقيتهاش هتعرفي تمليه؟ استحالة. مهما كانت المية كتير وفتحتي كل حنفيات الحمام وركزتيها على البانيو عشان يتملى، هتفضل المية تنزل وتتسرب، لكن مش هيتملى. نفس الفكرة بالظبط الفلوس، مهما كان دخلك لو مفيش سدادة الفلوس هتتسرب منك ومش هتحسي بيها. احنا كل مشكلتنا بنقول ليه الدخل قليل، مش مكفي. طب استني لحظة كده، اقفي مع نفسك وفكري. انت عندك سدادة؟ فلوسك بتروح فين؟ بتضيعي من البانيو قد ايه كل شهر من محفظتك؟ يعني حاجات صغيرة، طلبات هبلة، حاجات مش محتاجاها، بس في الآخر محفظتك بتفضى زي ما البانيو بيفضى. طب تعالي نفكر في حاجة تانية. هو مرتبنا دلوقتي زي زمان؟ لا طبعا بيزيد. طب حياتنا دلوقتي اتحسنت عن زمان؟ بالعكس، بقينا أسوأ وأسوأ. ليه؟ لأن ببساطة كل ما الدخل بيزيد الصرف بيزيد معاه، بس من غير سدادة مفيش حاجة هتفضل متعانة، كله هيروح ويتصرف. يعني ايه سدادة بالنسبة للفلوس وللقبض والمرتب؟ يعني قرار بسيط ان في جزء من فلوسك مش هتصرفيه، حتى لو 10 جنيه او 5 جنيه في اليوم، حتى لو مبلغ اصغر من كده. المهم ان انتي قفلتي التسريب وبدأتي تملي جيوبك وتملي البانيو، حتى لو نقطة بنقطة. ساعتها بقى هتقفي قدام الدهب بشكل مختلف، إحساس مختلف، تفكير مختلف. مش هتبقي مجرد واحدة بتتفرج وتمشي، واحدة هتعرف إن هي قريب جدا هتشتري حتى لو حاجة بسيطة. الموضوع مش إنك تبقي غنية ولا إن دخلك يبقى كبير، الموضوع إنك تمسكي فلوسك قبل ما هي تمشي منك. صدقيني الإحساس ده لوحده هيفرق معاكي جدا. فوقي لنفسك وخدي بالك من قرشك. كل قرش معاكي بيساوي ساعات راحت من عمرك، الساعات دي مش هترجع تاني. كل دقيقة فاتت منك في شغلك وقبضتي عليها
وفلوسها راحت مش هترجعي الدقيقة دي تاني. نقطة ومن أول السطر. ابدأي من بكرة. 10 جنيه على 10 جنيه هيعملوا حاجة. حاولي وصدقيني مش هتخسري حاجة. حبايبي اللي شافوا الفيديو اللي فات قولولي بقى بصراحة، انتم عندكم سدادة ولا البانيو لسه بيسرب؟ حبايبي الجداد يتفرجوا على فيديوهاتي القديمة بتاعة التوفير، هتلاقوا قسم كده في القناة أو قائمة تشغيل عن التوفير، جواها كل الفيديوهات دي. أنا بقى أما صورت لكم هنا كنت عاملة كوباية نسكافيه لنفسي مكافأة عشان حوشت ال10 أيام اللي فاتوا، وهبدأ من بكرة إن شاء الله 10 أيام جداد، ربنا يسهلها. أسيبكم على خير وأتمنى لكم كل خير. أشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.